زياد تيفا بيقول هو ليه مدرب الزمالك مش مستقر على قائمة الفريق؟ مرة استبعاد بنزا ومرة عبد الحميد معالي، ايه السبب؟ في رأيي يا تيفا ان ده طبيعي. يعني الراجل لسه بادي، لسه في بداية المشوار. عمل فترة اعداد وعمل ماتشات ودية، لكنها بالتأكيد غير كافية ان هو يقدر يحكم على اللعيبة كلها. وخلي بالك برضو الماتشات الوديه غير الماتشات الرسميه. زائد بقى ان الزمالك فيه نقطه مهمه جدا حصلت مع فيريرا، انه الصفقات بتاعته ما جاتش مره واحده. يعني هتلاقي انه جه صفقه في الاول، اللي هم كانوا لو تفتكر عمرو ناصر واحمد شريف جم في الاول، وبعد كده كل شويه بقى عبد الحميد معالي يخش، مش عارف شيكو بنزا يخش، اخوان الفينا يخش، فبرضه ما لحقش ان الصفقات الجديده تخش كلها مره واحده مع الفرقه. فطبيعي ومنطقي ان هو هياخد وقت لغايه لما يستقر. بس انا عندي احساس ان هو التشكيل الاقرب اللي هو هيثبته الفتره اللي جايه هو التشكيله بتاعت ماتش مودرن، اللي هو اخوان الفينا شمال، سوري يمين، وشمال شيكو بنزا، وقدام عدي الدباغ، وورا هيفضل محافظ على التركيبه بتاعت عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد، وراهم صبحي، وشمال بنتايج. الا ان لو فتوح دخل واثبت نفسه يركب على بنتايج، هتدخل قدام هتلاقي دونجا وناصر ماهر وشحاته، دونجا وعبد الله السعيد وشحاته، لغايه لما بقى الصفقات الجديده تثبت نفسها. بس النص القداماني والنص اللي ورا اعتقد ان هو خلاص استقر عليه. لسه بقى الجزئيه اللي هي بقى ايه، ادم كايد مع احمد حمدي لو رجع، مع ناصر ماهر، مع التفاصيل دي كلها هتبقى الافضليه. واعتقد كمان ان مع الموسم ده وطول الموسم وكمل الماتشات اللي فيه وكمل البطولات اللي كل فرقه هتخش فيها، وخاصه الزمالك او اي كل الفرق اللي داخله في افريقيا، يعني سواء كونفدراليه او دوري ابطال افريقيا، مع طول موسم الدوري هتلاقي كل اللعيبه هتلعب. فهو بالتاكيد عايز يقف على كل اللعيبه والامكانيات بتاعتهم والمردود بتاعهم عشان يعرف هيستخدم مين فين وامتى.